يا ابراهيم فنان. كفايه كفايه كفايه. ما حدش يديني حاجه تانية. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من يعني مش عارف اقول ايه والله. في 8 ماتشات اتلعبوا النهارده يا جماعه، فاللي عنده 17 نقطه ما تفتكرش ان في حاجات اتلغت او اتاجلت، لا والله هم اتلعبوا ال8 ماتشات اتلعبوا والله، وانت عندك 17 نقطه، ده عادي. عادي. هنقول ايه؟ هو تقريبا في ديسكاونت، في تصفيه، في حاجه حاصله احنا مش عارف. في تسعيره نزلت للماتشات للجوله 24، قال لك الماتش بنقطتين، ف 8 في 2 ب 16، لو خدت حاجه زياده ممكن دي تبقى بونص. انا مش فاهم بصراحه اللي بيحصل ده ايه. واضح ان احنا عشان ما اديناهاش حقها الجوله 24، وكل بقى تفكيرنا وكل الناس تقول لك بص بقى تعمل تغييراتك في الجوله 25 لحد ال 28، وقعدنا نعمل مش عارف ايه، ونبص على اللونج واي واللونج تيرم وكل على قفاك بقى في ال 24. احلى خازوق يعني. ال 24 كنا شايفينها طبيعيه، هندخل ايه ولا ايه؟ وبقى داخل ال 25 وورا ال 28 وليله ودرمغه. واضح كده ان اللي كان بط ده كمان حاجه. عامة بقى بعد اذنك كده، بما ان وصلك الفيديو يعني انت كمان ما تبقاش انت والفانتزي علينا، انزل حط اللايك بقى بتاعك وما تستخسروش فينا، ولو اول مره تتفرج علينا اشترك معانا ومش هتندم ابدا. ما تنساش بقى تتابعني على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك. هنبدا الفتره الجايه كمان على التيك توك نعمل شويه شغل كده بعيد شويه عن الفانتزي، ان شاء الله يعجبكم، بس ليه علاقه طبعا بالكوره. خش عشان خاطر تشوف الكلام ده كله. زي ما كنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ان كانت لسه الماتش بتاع السيتي والارسنال كان لسه بيتلعب، فما عرفناش مين كسب في مسابقه التوقعات. خلصت الجوله 23 تماما بقى، نقدر نقول لكم كده اللي اتوقع توقعين من 4 صح هو فايد اتوقع 2 من 4، وهو توقع ساقة وتوقع شو، الاثنين فعلا كان توقع صحيح، فهو اللي كسب معانا. الف مبروك يا عم فايد، انت اللي كسبت مسابقه التوقعات دي. وزي ما ارسنال الاسبوع اللي فات وقع من على الشجره ولو مؤقتا، عندنا برضو في الدوري بتاعنا احمد ممش وقع من على الصداره ولو برضو مؤقتا، وبقى في المركز الثاني ونط في المركز الاول بقى المتصدر مو صبري اللي هو محمد صبري، وفرق 3 نقط عن احمد ممش. الدنيا كده بقت مولعه جدا في السباق الاخير من الدوري. شدوا حيلكم يا رجاله عشان بطل الدوري زي ما انتم عارفين الجائزه بتاعته كبيره جدا. ونبدا بقى مع اول ماتش معانا، ماتش استون فيلا وارسنال. طبعا اول ما نزل اللاين اب وبنبص على التشكيل عرفنا ان في اول خازوق وصل، بس كان متوقع ومتقال ان هو مارتينيلي هيقعد دكه وهينزل مكانه تروسارد. خلي بالك ان الخازوق ده كمل معانا لاخر الماتش، وهتفهم دلوقتي طبعا ليه. نزل التشكيل، بدا الماتش لسه نقول بسم الله، راح واتكنز اللي اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت مضيع الكلين بقى بتاع كل الجماعه بتوع ارسنال وممسي علينا بالجون الاول. شويه بقى راح جاي ساكا جايب التعادل، بعدين لقينا كوتينيو بيرجع من التربه وبيحط جون، عشان يرجع زيتشينكو ويحط جون، عشان يبقى خط دفاع ارسنال بالحارس كلهم يطلعوا بنقطه، باستثناء زيتشينكو طلع ب7 نقط والحمد لله وعند العبد لله. بعدين بقى تيجي شويه ايه مهازل بقى بتحصل قدام ما بين اوديجارد ونيكيتيا. ما تقدرش تقول على الثنائي ده غير حسبي الله ونعم الوكيل اللي جبت فيكم انتوا الاثنين فيه. مضيعين لي 5 تجوان، 2 في العارضه و3 انفرادات. هو يديك كوره يضيعها يقول له ما انت ضيعت اللي فاتت، يوم هو لا انا هضيع لك بقى دي. يا عم ده حرقت له دمنا يا عم، يخرب بيوتكم، انا عندي الاثنين. انت متخيل الاثنين دول لو كانوا جابوا الاجوان دي انا كان زماني فين دلوقتي؟ يخلص الماتش بخوازيق كده؟ ابدا ابدا. مارتينيز يحط في نفسه جون، بعدين بقى ينزل مارتينيلي بقى من الدكه ينزل مارتينيلي يحط الجون الرابع، اللي هو مارتينيلي زمانك انت يا مشيته يا عندك دك. ندخل بقى على الماتش اللي بعد كده، برينفورد وكريستال بالاس. طبعا برينفورد شافوا اللي عمله ارسنال قال لك انا هعلي كميه الضحك بقى. طبعا بدا الماتش هوب حنكشه يمين شمال، لقينا الكلين بتاع برينفورد بيروح، كلين رايا بيروح، كلين بن مي اللي انت كنت محتار فيه بقالك شويه عمال تدي ياخد وتدي مع نفسك، هلاعب بن مي ولا لاعب شو؟ لا شو هيلاعب ليستر، انا لاعب بن مي. طب البس ادي بن مي راح منه الكلين وكل انذار وطلع بنقطه. وبالنسبه لتوني عايز اقول لك ان هو بلاي. استنى والله الضحك ما بيخلصش معانا. تعالى بقى نخش على ماتش برايتون وفولهام. طبعا انت قاعد بقى في حيره بقى، طب انا عندي ميتوما ابيع ولا اجيب مارش؟ طب انا جبت ميتوما مارش اللي اشتغل، طب ارجع اجيب مارش ميتوما هيشتغل. طب هو عايز اقول لك هم ريحوك من القصه دي كلها والجوز عطلوا. النهارده برايتون حظها انحس من كده مفيش، بتجيب 3 اجوان ال3 بيتلغوا منهم 1 لمارش. طبعا زمانك فرحت بعدين اتنكدت. بص النهارده اقسم بالله تحس ان النهارده يعني الجوله هي سكريبت مكتوب كدراما، ان هو النهارده بقى الحلقه بتاعت ان البطل بيرجع وبيبص وبيحزنوك على البطل، وان شاء الله يفاجئونا في النهايه بقى بالنهايه السعيده. اسوأ من كده جوله في حياتك ما هتشوف. عشان بقى يعني فولهام بتطلع بكلين شيت. انت متخيل اللي انا بقوله؟ فولهام قدام برايتون في ارض برايتون بتطلع بكلين شيت وبتكسب. مش بس بتطلع بكلين شيت عشان اللي عنده ريم يتبسط بالكلين شيت. طبعا ستوبينان اللي كان عنده ستوبينان من برايتون لحق نفسه بالتبديل لما اتبدل في الدقيقه 62، فيعتبر طلع بالكلين شيت. نيجي بقى بعد كده طبعا انت خدت بالك ان كل الارض ما لعبتش
تعادلتش مع اصحابها لغايه دلوقتي في الثلاث ماتشات اللي فاتوا، ولسه مكملين معانا الماتش الرابع بقى تشيلسي وساوثهامبتون. كيبا اللي كل الناس جريت عليه راحت جابته طبعا عشان خاطر بقى الكلين المضمون. وساوثهامبتون ايه، ساوثهامبتون عندها مين؟ ده اخرهم وورد براوس لو جت ضربه ثابته، واكيد هو فاهم بقى، لا كلها برضه. هو وورد براوس كانه بيلعبها لك باسكت، مستحيل. وورد براوس مميز جدا في ضربات الجزاء، في الضربات الثابته، في الشوط من بره خطير، بيعرف بصراحه يلعب الموضوع ده حلو جدا. وفعلا الضربه الثابته اللي جابها النهارده من احسن ما يكون عشان يروح الكلين بقى بتاع كيبا. طبعا اللي كان عنده كوكوريا امبارح قلنا ان كوكوريا بره القايمه، ومعاه ريس جيمس ومعاه تياجو سيلفا، كل اللي لعبوا طبعا راح منهم الكلين. فعايز اقول لك بقى بالنسبه لجواو فيليكس ما تزعلش، حقك عليا، ما فيش حاجه خالص. في ناس طبعا ممكن تكون كابتنته وراحت اشتريته، هو اللي كان شغال في تشيلسي، بس ما حدش يقول ان النهارده الماتش يطلع في ارض تشيلسي 1-0. نيجي بقى مع ماتش ايفرتون وليدز. الماتش ده كل اللي استفاد منه اللي راح اشترى ترافيسكي. الف مبروك عليك يا عم الكلين شيت. واول ماتش الارض فيه تلعب مع اصحابها النهارده هو ماتش ايفرتون وليدز. ليدز اللي بالعاده دايما بتجيب اجوان ما جابتش اجوان، وايفرتون اللي دايما كانت بتبلع اجوان الحمد لله ما بلعتش اجوان، عشان خاطر الناس اللي جابت فعلا ترافيسكي على الاقل تبقى مبسوطه بالتبديله اللي عملتها. ونيجي بقى مع ماتش نوتنغهام فورست ومانشستر سيتي. ماتش بقى ايه العظمه، ماتش التجلي، مستر بيب جوارديولا اللي ما خلفتوش ولاده. طبعا مقعد لك لويس ومقعد لك اكي ومقعد لك اكانجي ومقعد لك محرز، كل دول مقعدهم دكه، وبيلعب ووكر اللي احنا كنا بنبقى جايبينه وخايفين نحطه يلعبه مش هيلعبه، بيلعبه مش بقى 3 ماتشات على التوالي بيلعب، فهملوش الراجل ده. النهارده ووكر كان موجود، هالاند كان موجود، دي بروين كان موجود، جريليتش موجود، طبعا فودن رجع النهارده. فمن الاخر شفنا شويه حنكشه من السيتي، شفنا بقى شويه كور بتضيع اقسم بالله ما في كده. يعني الكره اللي جت لهالاند دي مستحيل هالاند لو الكره دي عايز يضيعها مش هيضيعها، كورتين 2 في 1 مستحيل تضيع. انا هعرض لك دلوقتي الصوره بتاعتها، مستحيل تصدق ان الكره دي هالاند ما جابهاش. طبعا اللي طلع من الماتش ده بحاجه هو برناردو اللي جاب الجول لغايه، ووكر كان ماشي كمان معاه الكلين. طبعا كل الناس اكيد كانت معاده ووكر الماتش ده، او هي ما عندهاش اصلا ووكر ثقه انه هيلعب فكانت مشته. ووكر فضل معاه الكلين لحد ما راح كريس وود العائد من التراب هو كمان عشان يرجع يحط جون يضيع بيه الكلين بتاع السيتي عشان الجوله تكمل والسيتي يقعد في الصداره بس 3 ايام ويرجع تاني ارسنال يقعد على الشجره بتاعته. نيجي بقى على الماتش اللي بعد كده معانا ماتش وولفز وبورنموث. الماتش اللي كل الناس متوقعه فيه ان وولفز اقل واجب تطلع فيه بكلين شيت، مش هنتكلم اكتر من كده، بنتكلم بقى على كلمه، بنتكلم على صا، بنتكلم على داوسون، الناس دي هتطلع لك بكلين لان بورنموث ما بتعرفش تجيب اجوان ومش شغاله بقالها كتير. بس طبعا زي ما احنا متعودين الجوله دي مفيش حاجه بتمشي زي ما هي متوقع، وكل العكس متوقع هو اللي بيحصل. بتيجي بقى بورنموث، سولانكي بيعمل اسيست لترافينير عشان يحط جون ويضيع مننا الكلين ويخلص الماتش على كده، ما نستفدش منه فانتازيا اي حاجه. ونيجي بقى على اخر ماتش في السهره وماتش نيوكاسل وليفربول. الماتش اللي كان متوقعين له ان هو يكون اقوى من كده شويه، لا نيوكاسل زي ما كنا متخيلين وقلنا الكيرف بتاعهم بدأ في النازل، فعلا نيوكاسل فعلا الكيرف بتاعهم بدأ في النازل، وليفربول الكيرف بتاعهم بدأ في الطالع مع عودة كمان المصابين. ليفربول حرفيا ركبت الماتش من اوله لاخره، بل يكن ان يمكن نيوكاسل فائت كمان بعد ما انطرد منهم بوب. ايوه يا اللي ما شفتش الماتش، بوب انطرد وكل -3. ايوه يا اللي انت مش شايف الماتش، بوب اخد -3 لانه اتطرد في كوره كان صلاح راح يحط جون شالها من بره منطقه الجزاء بايديه عشان ينطرد ويبقى -3. من بعدها اداء نيوكاسل اتحسن شويه. طبعا الماتش ده نونيز قدر ان هو يجيب جون وطلع بشويه نقط حلوين اللي جابوه، بس للاسف ما كملش الماتش لانه اتصاب واتبدل. طبعا يوتا وفيرمينيو رجعوا من الاصابه، صلاح قدر ان هو يعمل اسيست لجاكبو وجاب جون. زي ما قلنا لكم برده في الحلقه اللي فاتت، صلاح وجاكبو الاثنين كويسين بس مساهماتهم قريبه من بعض. لو عايز تروح لحد قلنا لك روح على جاكبو، وفعلا النهارده جاكبو هو اللي قدر يجيب الجون، بدل ما طبعا الجون النقط بتاعته احسن من الاسيست. طبعا الميرون بلانك طلع بنقطه لانه كان انذار، تريبير كمان اخد نقطه واحده لان راح منه الكلين دخل فيه نقطتين. النهارده مفيش اي حد من نيوكاسل اخد اكتر من نقطه من كل الناس اللي عندها في الفانتزي. طبعا ليفربول دلعت الناس. ليفربول الماتش اللي جاي بقى الاسبوع اللي جاي عندها دبل، هنتكلم بقى عليه في التحضيرات بتاعت الجوله 25. نقطه بقى للناس اللي بتشجع مانشستر يونايتد. حاليا حتى الان انتوا اكتر ناس مستفيده من الجوله دي تماما. اللي حصل الاسبوع ده ان نيوكاسل بتقع من فوق، وان كمان عندك السيتي كمان بيقع وبتقرب انت كده جدا منها، فرق تقريبا بقى بينك وبينها 3 نقط لو كسبت ماتش بكره. فكمان بقى الاكتر افاده
من ده، انت الاسبوع الجاي عندك ماتشك مع نيوكاسل في نهائي الكاس. نيوكاسل اتطرد منهم بوب، مش هيلعب الماتش ده. الحارس التاني بتاعهم دوبرافكا لعب مع اليونايتد لما كان عندهم اعاره، لعب معاهم في الكاس، فمش هينفع يلعب مع نيوكاسل لان ما ينفعش يلعب لفرقتين في نفس البطوله. مين بقى الحارس الثالث؟ كاريوس بتاع ليفربول، فاكرينه بتاع الكارثه بتاع نهائي الشامبيونز ليج. الراجل ده ما لعبش ماتش رسمي من 2021، فنقدر نقول الف مليون مبروك لليونايتد على الكاس قبل ما يبدا. وبس يا صديقي كده النهارده اليوم ده الحمد لله يخلص على خير. انا رايي تروح تنام وانا هروح انام عشان خاطر اليوم ده يعدي على خير، عشان انا قلقان من اليوم ده، خايف اكمله. انا انام عشان يخلص اليوم ده. انا لحد دلوقتي كان عندي زيتشينكو الحمد لله قدر انه يجيب لي 7 نقط، طبعا فرقوا لي جدا في الدنيا. وكان عندي اوديجارد خد 5 نقط وخد 3 بونص، ادي 8 نقط و7 زيتشينكو، دول 15 نقطه. كل اللي انا جبته 27، بقيه اللعيبه كلها جابت لي 12 نقطه. طبعا زمانك انا متاكد انت دلوقتي تقول لي يا بختك 27 نقطه انت طاير اللي فوق. خليني اقول لك ان الجوله دي حتى الان لو فضلت مكمله كده، ان انت جايب 17 وانا جايب 27، ف10 نقط الفرق ما بيننا وما بين بعض مش هيعمل الجاب الكبير في الترتيب، لان الحمد لله الجوله ماشيه يعني ايه وحشه على الكل، مفيش حد فرق جامد عن الناس كلها. طبعا هنستنى بقى ماتش بكره بتاع اليونايتد، لو حصل بقى ان اليونايتد طلع بكلين شيت وراشفورد اشتغل جامد كلنا هنزعل. بس يا صديقي خلصنا. اتمنى ان انت بقى تنزل تحت تكتب لي دلوقتي انت جبت كام نقطه لغايه دلوقتي وناقص لك مين من اللعيبه، وتعمل لنا لايك لو ما عملتوش في اول فيديو. ما تنسوش تتابعونا على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك. كان معاكم اسلام سري من 1 2 بالعربي. تصبحوا على خير.